بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسم جوال قبيلة معبد نرحب بالشيخ فرحان بن مصلح العويضي المعبدي في هذا الملتقى الليلة الذي يجمع أفراد القبيلة وضيوف علينا أعزاء من أرحام وأنساب في مناسبة العيد السعيد، ونرغب منه مشاركة بكلمة في هذا الملتقى ونطرح عليه بعض الأسئلة، وإن شاء الله أبو مشعل كفو ويسدد في ما ينصاب من أسئلة. بارك الله فيكم. أولا نقول الله يبقيكم ويطول عمركم. بالنسبة للصوان هذا الليلة احنا حضرنا فيه وصوان خاص بقبيلة العوضات، والعوضات طال عمرك كلهم متكاتفين ومتحابين في العيد السعيد سابقا والآن في الوقت الحاضر. سابقا كانوا يجتمعون في الديار ويرسمون على رئيس القبيلة حضورهم كلهم عيد، والآن الحمد لله كلهم في حيه يسوي مناسبة ويتزاورون ويتعايدون، وهذه صلة محبة بينهم، والحمد لله اجعلها دائم بين المسلمين سواء القبيلة أفراد القبيلة أو غيرهم. جزاك الله خير. مقارنة من الماضي والحاضر، كما تعلم أن سابقا كانوا أفراد القبيلة والقبائل الأخرى يجتمعون أيام العيد السعيد. نعم هذا وهم كانوا متناحين في مناطق وديار الفلاوة نعم. ويجتمعون لأجل 5 أيام 6 أيام. وماذا تقول عن الوقت الحاضر الآن، وما ترى يعني من بعض الشذوذ عن بعض الناس يعني والافتراق عن الاجتماع الأخوي والمحبة التي الآن هذا العيد السعيد الذي هو يأتي بعد فريضة الحمد لله عظيمة، وهي فرحة العيد السعيد هذه واجبة يعني بعد الصيام. صحيح. أولا كانوا القبائل يجتمعون، وخاصة القبيلة في نفسها. الخامس يجتمع على رئيسه في رسم، يقولون له يرسمون العيد ويجتمعون ويتعايدون ويتحبون، ولا عندهم شذوذ ولا عندهم أشياء. ولكن الآن الحمد لله أول ما هم يقول الله يعز دولتنا وينصرها على أعدائها، والآن الحمد لله متحبين إلى الآن، واجتماعاتهم في السابق والآن موجودة سواء على مستوى القبيلة أو على مستوى جماعة اللي هم الأقرباء، والحمد لله هذا يدل على تآلفهم ومحبتهم، وهذا الحاصل اللي نعرف عنه.